السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفنان علي بوجلال، مدينة العيون، حاصل على بطاقة مهنية الفنان ومشارك في برنامج الملكي التثمين. وأول بعد كلمة اللي نقولها هون كنشكر الأستاذ صلاح الدين الرقيبي على هي المبادرة القيمة اللي معدل. وحنا هاي المبادرة درناها خصيصا على كنناقشوا فيها المشاكل ديالنا، ما جبرنا صراحة ما جبرنا حد يعطينا فرصة اللي نشكو عليه هي المشاكل اللي كنعانوا منها حنا بصفتنا كفنانة. عندنا أول مشاكل هي المهرجانات الوطنية اللي كيعدلوا لنا هنا تيا ما قد استفدنا منهم بصفتي أنا شخصيا، ما قد تعيط لي الى هون ودون. مشيت لعند دخلت لعند المديريه الجهويه كنطالب حتى انا بغيت نشارك كيف الجمعيات. يا برا راني حاصل على البوم موسيقي ديالي كيتكون من 7 اغاني ديالي شخصيا، من الحاني ومن ادائي ومن عزفي مولي. وبغيت حتى انا نشارك كيف الفنانين، كيف خوتي، كيف ياسر من المسير بغيت نعدلها كيف الفنانين صحابي وخوتي. كيقول لك اني نعيطوا لك سير، اني نديروا لك إنين كذا على هاي المسير كتجيبوا فنانين من برا، وحنا اللي من الملاد المنطقه من حقنا نخدموا، من حقنا نستفادوا، ومن حقنا ياسر المسير اللي عندنا فن بتراث هم اللي فن بلا قلنا لكم فن راه بالقيمه وبالمعنى. علاه ما عندنا احنا قيمه لهذا المهرجانات. وبالنسبه لهي المشكل اللي كنعانوا احنا منه، كيقولوا لنا خاصك تشارك، ضروري تكون عندك جمعيه. انا علاش معطيه لي هيك البطاقه المهنيه الفنان؟ علاش؟ كهويه كتعرف عني فنان، هذيك تشخيص لانني كفنان. معنى ذاك ما نحتاج كاع الجمعيه، قد نخدم انا بديك البطاقه، راهي بطاقه. هيك البطاقه راه يساني عليها بعد اول شيء الوزير. ما يمكن تفرض عليا انا نعود عندي جمعيه والله كذا. بصفتي كفنان من حقي نشارك، هذا ما كان بصفتي كفنان من حقي نشارك، ومن حقي كذا، ومن حقي ياسر من الامور، ومن حقنا نناقشوا المشاكل ديالنا. حاليا على حتى حنا عندنا مشاكل وعندنا ياسر من المسائل كنبغوا نناقشوها معكم. ثاني مساله فاش كنبغوا نجوا ندخلوا على المديريه خاص يبقى يعطينا وقت وينفتحوا لنا الابواب باش نشكوا المشاكل ديالنا والضغوطات ديالنا، لان فنانه كاملين، ما هو واحد عن واحد، كاملين اخوت وكاملين فنان وكاملين عندنا جمعيات. الى عادت الجمعيه مفروضه عليا تعود عندي، انا راه عندي بطاقه مهنيه، لاش معطيه لي هيك البطاقه المهنيه اصلا؟ لا السنه اللي فيها الوزير معترف بانني كفنان، انا فنان. لا ما يمكن تجي تقول لي خاص الجمعيه وافيه كذا تعدل لي ياسر من الامور. وهذا ما كان نتمنى بعد من هالشيء نعودوا مواكبين المسيره ديالنا. اللي خلاني نواقف هذا الدومين واحد المساله هي اللي خلاتني نواقف فيه، هو هذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. كنشكروا قباله مولي على النقطه، كنشكروا قباله لانه هو اللي شجعنا وخلانا نعدلوا شي ديالنا، شيء من تراثنا ديالنا كنطرحوه كنبدعوا من عندنا. هذا هو المساله الوحيده اللي شجعتنا نعدلوا شي ديالنا، مال شي غير رمو خالي. وبالنسبه لهذا البرنامج تثمين الموسيقى الحسانيه كشخص انا مشارك فيه، وك الالبوم اللي سجلنا فم تسجيلات ما صراحه زائفه، تسجيلات بلا معنى. سقم طبلي هاني من عنده دورته، عدت انا قيلانا لدور قنبنته. سقم طبلي هاني من عنده دورته، عدت انا قيلانا لدور قنبنته. ذاك العادل قلتي ومعاك انا قلتو، ما خالفتي انتي وانا ما خالفتو. ذاك العادل قلتي معاك انا قلتو، ما خالفتي انتي وانا ما خالفتو، وانا ما خالفتو. سقمك بين سقام الريا مصير انقرتو، لا قطيت في الريا من خاطيك جبرتو. سقمك من بين سقام الريا مصير انقرتو، لا قطيت في الريا من خاطيك جبرتو.
ذاك العادل قلتي ومعاك انا قلتو، ما خالفتي انتي وانا ما خالفتو. ذاك العادل قلتي معاك انا قلتو، ما خالفتي انتي وانا ما خالفتو وانا ما خالفتو. حسك بيا خزاير انا ما عبتو، حسك بيا خزاير انا ما عبتو. قطيتي في العزة شفتي شي ذنبتو، قطيتي في العزة شفتي شي ذنبتو، شفتي شي ذنبتو. ذاك العادل قلتي ومعاك انا قلتو، ما خالفتي انتي وانا ما خالفتو. ذاك العادل قلتي معاك انا قلتو، ما خالفتي انتي وانا ما خالفتو وانا ما خالفتو.